اهلا بكم في فيديو جديد، حلقه جديده من قناه حدود عطار. رجعنا لكم حلقه جديده من السلسله اللي متعودين نحكي عليها في اغلب الاوقات الفتره اللي فاتت، وهي عن اساطير الكره المصريه عامه. وحلقتنا النهارده هتكون عن واحد من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر كلها، هو نجم الزمالك الكبير ونجم منتخب مصر السابق، الكابتن حازم امام، اللي كل الرقم 14 واللي اتعودنا عليه بالرقم الاسطوري دوت اللي لبسه اساطير كتيره في نادي الزمالك. وحكايتنا هتكون يعني مبسطه جدا عن مسيرته الكرويه وابداعاته والحاجات دي كلها. فقبل ما نبدا، ما تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على اللايك عشان تساعد في انتشار الفيديو في الفتره الاخيره. موضوعنا هيبتدي عن كابتن حازم امام، عن تاريخ ميلاده. طبعا كلنا عارفين ان هو 17/4 سنه 1975. اتولد في عيله زملكاويه جدا، والده كان نجم الزمالك برضه كابتن حماده امام، وجده كان حارس للزمالك في الاربعينات وهو كابتن يحيى امام. تبص تلاقي ان اللاعب كابتن حازم امام دوت حب الكوره برضه من سن صغير، وانضم لنادي الصيد وهو عنده 10 سنين. وهو عنده 12 سنه جاله عرض من النادي الاهلي، فحب ان هو يروح يستشير والده. والده رفض طبعا، قال له لا، انت لو عايز تلعب كوره هتروح الزمالك. وبالفعل وهو عنده 12 سنه راح الزمالك. وفي سنه 94 كانت اول مشاركه ليه بعد ما صعد للفريق الاول، ولعب ضد اول مباراه كانت ضد الاتحاد السكندري. لكن كان معظم الموسم بديل بحكم طبعا لاعب لسه صاعد ناشئ والحاجات دي كلها. سنة 95 بقى اللاعب بدأ يلعب أساسي، سواء مع النادي أو مع المنتخب الأولمبي. كان انضم للمنتخب الأولمبي وقتها، لكن مع النادي في الموسم دوت جاب جونين وعمل 10 أسيستات، رقم حلو يعني بالنسبة لأول لاعب. خلاص أول موسم اللاعب يلعب بصفة أساسية، وتاني موسم ليه مع الفريق. في سنة 96 يعني شفنا إن حازم إمام خد أصلا دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، وفي نفس الوقت خد أفريقيا مع المنتخب، وكان عامل أسيست والحاجات دي كلها، وخد أفضل صانع ألعاب او انضم افريقيا يعني مع المنتخب. والانجازات اللي عملها دي خلاص ثبتته ان هو خلاص، انا يا جماعه لاعب اساسي، انتوا عارفيني في الدوري المصري ومع المنتخب والحاجات دي كلها، وسطر اسم ليه كويس. علشان بعد يعني الالقاب اللي اتسلطت عليه في الفتره ديت، اسمه يسمع بره مصر كمان، ويجوا له عرض من نادي اودينيزي الايطالي. وبالفعل يروح ويكون اول محترف مصري يلعب في الدوري الايطالي عامه، وكان يعني حاجه كويسه جدا للمصريين اللي بيجوا بعده والحاجات دي كلها. اول مباراه طبعا اللي كان بديل، وفي الفتره دي يعني هو لعب 4 مباريات في الموسم بسبب انه اتصاب يعني، وكانت حالته البدنيه ما كانتش كويسه بالدرجه الكافيه ان هو يلعب. سنة 98 كان أول هدف طبعا يسجله مع الفريق، أو تقريبا كان الهدف الوحيد اللي سجله مع الفريق، كان سجله في الكاس. وفي الموسم دوت لعب حوالي 12 ماتش، يعني متبدلين من أساس البديل وكده، علشان بعد كده يطلع إعارة في الدوري الهولندي، يلعب مع الفرقة ديت 38 مباراة، يسجل 4 أجوان ويصنع 6. وبعد كده نادي أياكس أمستردام حاول يتعاقد مع اللاعب، لكن نادي أودينيزي رفض وقال لك هيرجعه تاني. ولكن للاسف يعني هو رجع دكه في الفريق برضه، ما عملش الاداءات الكبيره، وتحس ان هم ما اقتنعوش بيه علشان يرجع الزمالك. 6 شهور اعاره في البدايه، واول مباراه اللي كانت مع الاهلي، وقدر يساهم في فوز الزمالك على الاهلي 3-1. لكن بعد كده خلاص يقرر ان هو 2002 يمضي رسمي تاني مع الزمالك. الموسم دوت اللاعب يسجل 15 جون ويصنع 4، وكانت مواسم يعني موسم حلوه ومواسم تانية قضتها. لكن بعد كده للاسف موسم 2005 اللاعب يعني من 2002 اصلا لحد 2005 كانت اداءات جباره بالنسبه له. لكن سنة 2005 اللاعب يعني مستوى الإصابات زاد عنده، فاللعب قل. موسم 2006 بسبب الإصابات والحاجات دي كلها المستوى قل، حتى ما انضمش لقائمة أفريقيا في الفترة ديت. لكن 2008 خلاص بطلب شويه من الجماهير قرر يعتزل، ومع ان الجماهير في الاستاد وقتها كانت رافضه ان هو يعتزل. لكن في المباراه ديت قدروا يفوزوا 5-2 على انبي. لكن خلاص كان كابتن حازم امام قدر خدوا الكاس مع الزمالك، ورفع الكاس واعتزل وهو عن 33 سنه. هتيجي تبص لمسيرته مع الزمالك ان هو قدر ياخد 3 دوري و2 افريقيا وسوبر افريقي و2 كاس و2 سوبر، والبطولات اللي مع المنتخب والحاجات دي كلها. لكن ما حدش يقدر يختلف ان من كابتن حازم امام من افضل المواهب اللي جت في تاريخ مصر. لكن تحس ان الاداء في الملعب، او مش الاداء، او المسيره التاريخيه، تحس ان هي مش بقدر الموهبه. يعني قدر موهبه كابتن حازم امام كانت تخليه في مكانه اكبر من كده بكتير، مع ان هو مكانته كبيره برضه. لكن برضه نرجع نقول ما حدش يقدر يختلف على موهبته والابداعات اللي هو عاملها واللي عودنا عليها، وان واحد من افضل اللعيبه عامه اللي جت في تاريخ الزمالك، ومن افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر عامه. علشان يعني بقى نهايه القصه المبسطه البسيطه ديت نسلط الضوء شويه في حيث الفيديوهات والحاجات دي، فتنتهي حلقتنا. وما تنساش قبل ما تقفل الفيديو يعني تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر لايك علشان الفيديو ينتشر بطريقه اكبر من كده.